أين الطبل المعارضة يا سادة؟ وراه ما غيكونش تعديل جزئي، وراه تعديل تقني لا كان إن شاء الله، راه تعديل تقني، راه ما تدخلوش الحكومة، راكم كتبيعوا راسكم بالرخيص. وكنا حذرنا منها سابقا وقلنا بانه اذا خديتوا ديك اللصوص وديك السماسره راه غتوقع في الموندياليتو. ها هي دابا كنعيشوها، الناس كيتبعوا العام كامل الوداد وما لقاوش البيه. تبع انت هذه الفرقه ولا ما تتبعهاش ولا شي شنو ب 2000 درهم ما نسوقاش ما باغيش تحارب هذا السوق السوداء. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج سيمانه تيت مع يوسف تيت. دوزو الموضوع الاول اللي غيكون حفل اليوم للسي ما يسمى بوزير العدل. دوزو الموضوع الاول اليوم غادي نرجعوا لوزير العدل او ما يسمى بوزير العدل، لان دائما انا ما بقيتش كنعتبره وزير العدل، ما يسمى بوزير العدل وهبي اللي كانت عنده جلسه مساءله في البرلمان. معروف انهم اللي كتكون غيسالوك البرلمانيين في لجنه العدل والتشريع كتمشي وانت هاز معك الاجوبه، ما كتمشيش وانت هاز معك دموعك، ماشي باش يستمعوا لك باش غتجاوبهم على مجموعه ديال الاسئله اللي واضحه. كيفاش درتي نجحتي هاد 1200 الناس بدون سند قانوني؟ كي درتي هادي كي درتي هادي شنو؟ وزير العدل مشى اليوم وهو محمل ب7 يطرو ديال الدموع. وزير العدل مشى اليوم للبرلمان لجلسه المساءله باش يبكي. فخرجت مواقع بعد الاجتماع اللي كان صباح اليوم الثلاثاء اللي كنصوروا فيه الحلقه، سيد بمجرد ما جلس فاجهش في البكاء. هر يا ما تهر، هر يا ما تهر، يا سي وزير العدل عيطنا لك باش نسالوك، هر يا ما تهر، يا ودي يهديك الله وليدي صافي، هر يا ما البكا واصلخ عينيه بالبكاء. علاش السي وهبي كتبكي؟ رحنا عيطنا لك باش نسولوك على المحاماه. كيبكي السي وزير العدل لانه كاين ناس هضروا له على ولده وعلى مراته. طبعا حنا ضد ان شي واحد يتعرض لعائلتك الا ما كانش عندها دخل بالموضوع، ولكن راه ماشي البرلمان اللي غتنوض تبكي فيه، راه كاين مؤسسه قضائيه غتمشي ترفع فيها دعوه قضائيه. راه هذوك الناس اللي عيطوا لك لديك الجلسه عيطوا لك السي وهبي باش تجاوب. فواش هو الجواب الوحيد اللي عندك هو البكاء؟ لان ما عندكش اجوبه حقيقيه باش تواجه، لان المشكل كبير وما عندوش حل، فالبكاء هو اللي غيسلكك. او فعلا السي وهبي سلك بهذا الموضوع ديال البكاء. كيفاش سلك السي وهبي بالموضوع ديال البكاء؟ ندوزو للفقره الثانيه من هذا الموضوع ونقول لكم. نشرب ميه. كنعرفوا بان لجنه العدل والتشريع فيها برلمانيين ديال المعارضه، فرق المعارضه عندها البرلمانيين ديالها تما في ديك لجنه العدل والتشريع. مزيان، لان هذا الوزير شكون غيسالو؟ راه الاغلبيه ما غاديش دير له شي سؤال محرج او غتحاول ما امكن تحميه. شكون اللي غيسالو؟ غتسالو المعارضه. شكون كاين في المعارضه؟ كاين الحركه الشعبيه، كاين التقدم والاشتراكيه، كاين الاتحاد الاشتراكي، موجود. شنو وقع؟ كاين العداله والتنميه، نسيناها عباس. اليوم حفله ديال العداله والتنميه، فضيحه ديال العداله والتنميه. على شنو وقع في هذه الجلسه هذه الجلسه اللي تسالات بواحد الحولي. شوفوا معكم الصوره، واحد الحولي نعم سيدي، ماشي حولي هو، كاين بزاف ديال، لان هذيك غير هاد الصوره اللي كنشوفوا اللي نشرها الصحفي محمد اليوبي كتبين غير واحد الطبيصل، المهم كانوا طباصل. هذه حفل غنهضروا عليها في التالي ديال الموضوع، وغنهضروا على هذه الصوره مزيان. فالسي وهبي كانوا نواب برلمانيين من المعارضه، ملي شافوه كيبكي فحن رق قلبهم لحاله واشفقوا عليه. المعارضه لا تشفق على الشعب، لا تشفق على حال الوزير. المعارضه اللي خصها تدافع على الشعب واللي هي صوت الشعب داخل البرلمان لا تشفق لحال الشعب. المعارضه تشفق لحال الوزير المسكين الذي وجد نفسه بين ليله وضحاها هو واسرته عرضه للقص، كل شيء كيسبوه وكيسبلوا عائلته. سيد الوزير كنا كنستناو منه يعطي اجوبه، ما عطاش. المعارضه خصها تسول، ما سولاتش. السي رشيد الحموني عن فريق التقدم والاشتراكيه وبدا كيطبل الوزير اكثر من الناس ديال الاغلبيه. السيد الوزير انت الذي فتحت الطابوهات وانت الذي كذا، والسنتيسي ديال الحركه الشعبيه كذلك انخرط في التطبيل. العداله والتنميه اللي كنت انا كنعتقد على الاقل انها غتحشم شويه وغتنوض تمارس الدور ديال هذه المعارضه، ماذا قالت النائبه البرلمانيه اللي حتى ملي سولت على سميتها ما عرفوهاش؟
الناس اللي كانوا تما قالوا لي ما عرفناش سميتها، قالت له نحن ضد الشخصنه ولكن كان شي حوايج خاصهم يتشرحوا. واش سولتيها استاذه؟ راه انت في الحزب اللي كيعتبر راسو مظلوم في الانتخابات ديال 2022 او 2021، مظلوم وتحقر وتزوروا الانتخابات، يعني خصكم تمارسوا المعارضه على الاقل. ما درتو حتى شي حاجه في العشر سنين مارسوا بعدها المعارضه. شنو دارت النائبه البرلمانيه ديال البي جي دي؟ نحن ضد الشخصنه ولكن كان شي حوايج خصهم يتشرحوا. وسولي على الحوايج اللي خصهم يتشرحوا، علاش ما سولتوش؟ علاش كلشي خاف انه يسولوا وهبي؟ علاش خفتوا انكم تمارسوا المعارضه، تمارسوا الدور ديالكم المطلوب؟ هنقول لكم علاش. لان هذه المعارضه كتمارس المعارضه فقط امام الكاميرات فقط. لجنه العدل والتشريع ما فيهاش كاميرات، ما كيتنقلش ديك الشيء اللي غيوقع لبرا. اللي غيمارسوا المعارضه باعوا الشعب، كيمارسوا المعارضه غير برا، لا نحن ضد ونحن كذا ونحن نطالب ونحن. ولكن في الواقع في الوقت اللي كان خاصهم ينوضوا يهضروا ويسالوا الوزير، ولا واحد سالو ولا واحد استنكر. الغريب اللي غادي تفهموه هو انه نور الدين مضيان ديال الاستقلال اللي مع الاغلبيه، هذا مع الاغلبيه ماشي مع المعارضه. يعني حتى الا طبل الوهبي عنده عذر، واخا هو عذر غير مقبول، لان كنت مع الاغلبيه او مع المعارضه خصك تدافع على الشعب دائما، ولكن نسبيا غتفهم الوضع ديالو على الوضع ديال الاخوه ديالو او الزملاء ديالو اللي في المعارضه. نور الدين مديان رفض الحضور الى الجلسه، وقيل لي انه رفض الحضور لكي لا يتورط في اللعبه، لانه هو كان متاكد بان داك الشيء اللي غيوقع لداخل غيخرج للصحافه وغياكلوا العصا. فشني دار؟ ما جاش، لانه هو مجبر انه يساندو لانه راه معاه في الاغلبيه، فما جاش، ما حرش راسو. كاين تما برلمانيين من الاغلبيه ما هضروش باش ما يحرجوش راسهم. شكون اللي نطبل؟ المعارضه يا ساده. علاش؟ دابا غتسولوني علاش؟ غنجاوبكم. لانه كاين حديث يقول بانه كاين الامكانيه ديال تعديل حكومي، ويقد يكون تعديل تقني او تعديل جزئي. تعديل تقني يعني تغيير بعض الوزراء، تعديل جزئي يعني غيمشي حزب او جوج احزاب وغيتبدلوا باحزاب اخرين. يقال انه يمكن غيمشي للبام وغيدخل شي حزب اخر. دونك شكون غيدخل؟ دخل التقدم والاشتراكيه او دخل الحركه او دخل الاتحاد الاشتراكي. فكل واحد ما باغيش يكون هو اللي كيجبد الصداع مع الحكومه باش يقولوا هذا هو اللي زوين ندخلوه معنا في التعديل الحكومي. وراه ما غيكونش تعديل جزئي، وراه تعديل تقني. لا كان ان شاء الله راه تعديل تقني، راه ما تدخلوش للحكومه، راكم كتبيعوا راسكم بالرخيص. والاشكاليه انه الاتحاد الاشتراكي، الشيء بشيء يذكر، الاتحاد الاشتراكي دابا منقسم على جوج. كاين شق كيقول لهم نهادوا الحكومه ونمشيو معاها مزيان باش الا كان التعديل ندخلونا، وكاين شق كيقول لك لا حنا خصنا نمارسوا المعارضه، حنا داخل المعارضه خصنا نمارسوا المعارضه، ما كاين لا مهادنه مع الحكومه لا والو، غندافعوا على الناس وغادي ندافعوا على الشعب وغادي نهاجموا الحكومه ملي تستاهل الهجوم. لكن يبدو انه الشق اللي باغي الاستوزار وطمع في الاستوزار وبايع هذا الشعب هو اللي ربح، لان كاينه مهادنه الان من طرف المعارضه مع الحكومه. المعارضه لا تمارس الدور ديالها. كاين واحد السيد اللي هو بن كيران برا البرلمان، برا سميتو، هو اللي جالس كيوغوشهم شويه. اما البي جي دي على حسب ما كنشوفوا دابا، البي جي دي حتى هو راه بايع الماتش ولا ما عرفتش، ما فهمتش، الامر اصبح غير مفهوم. فباش غتسالي هاد المهزله وهاد المسرحيه اللي دارت اليوم الثلاثاء، اللي هو الامس فاش غتنشر الحلقه، اليوم الثلاثاء اللي دارت فيه هاد المهزله، سالات بغداء على شرف هاد البرلمانيين اللي جاو يديروا المساءله. شكون دار الوليمه؟ يقال انه وهبي. هنا كاين سؤال، السي وهبي انا حطيت ثلاثه الاحتمالات ديال هاد الوليمه شكون خلصها. السؤال الاحتمال الاول انه خلصها وزاره العدل. وعلاش؟ علاش وزاره العدل تخلص وليمه على الوزراء؟ انتم شفتوا البقايا ديال الوليمه في الصوره، انتم كتشوفوها. الصحفي محمد اليوبي الزميل ديال جريده الاخبار نشر الصوره وقال بقايا الافتراس ديال الوليمه اللي دارت على شرف وهبي في الجلسه ديال العدل والتشريع، ديال لجنه العدل والتشريع.
كيف كتشوفوا الافتراس هو افتراس حقيقي، هو افتراس حقيقي لديك الصحن وديك الخروف المسكين. السؤال هو واش خلصها وهبي كوزير العدل، يعني داز فلوس دافعي الضرائب، علاش مولاي؟ انا جاوبني علاش تخلص عليهم وليمه. الناس غيسالوك غيسولوك علاش تخلص عليهم وليمه، واش باش تبرك لهم في الركابي تقول لهم هذه راه تبرك لكم في الركابي الا درتوا لي شي حاجه. الشق الثاني هو انه خلصها الفريق البرلماني وتا هذه فلوس دافعي الضرائب، علاش؟ الشق الثالث انه خلصتيها من جيب كوزير العدل. وهنا غنقول شنو هو السند القانوني اللي يخلي وزير العدل او عبد اللطيف وهبي كشخص يجبد من جيبو ويخلص غدا على البرلمانيين. الا درتيها هذه كتعتبر رشوه، كترشي البرلمانيين بغدا باش ما يسالوكش. الا خلصتيها من وزاره العدل او من الفريق البرلماني علاش؟ والا كنتي قادر انك كمواطن تخلص على البرلمانيين غدا، حتى انا بغيت نخلص عليهم غدا، عطيوني الطريقه القانونيه غدا نمشي ندير لهم الغدا، نديروا الاحسان في هذا البرلمانيين مساكن باش ملي تكون شي حاجه يدافعوا علينا على الاقل. الا كانوا ما كيدافعوش بالغدا يدافعوا بالغدا، نعطيوهم الغدا باش يدافعوا. اما الا كنتي كوزير العدل خلصتيها او كفريق برلماني علاش؟ شنو هو السند القانوني؟ واش فلوس دافعي الضرائب كتخلص بها الغدا على الناس باش ما يدافعوش على دافعي الضرائب؟ علاش خلصتي عليهم هاد الغدا؟ دوزو الاخر فقره عندنا في هذه الحلقه. اخر موضوع غادي نرجعوا فيه لجامعه القجع، وديك الموضوع ديال التذاكر والتحقيق اللي داروا القجع وكذا، ما عرف فين وصل لانه ما فهمناش شنو هو الداعي انه التستر كامل على ديك التحقيق، ولكن ماشي هذا هو موضوعنا. نرجعوا له، مازال غنرجعوا له. هذاك الموضوع راه ما غنطلقش منه حتى يبين لنا القجع شنو هو مآل ديك التحقيق اللي داروا. ما تقولوليش ما كاينش متورطين، التذاكر ما باعتش راسها بيديها، ما كاينش متورطين، هذه غير مقبوله. غترجعوا كلكم متورطين، عطيونا شكون هما الاسماء اللي متورطين في بيع التذاكر. هذا موضوع غادي ندوزو له، ولكن الموضوع اليوم هو استمرار الفضيحه ديال هذا السوق السوداء. بحالها بحال التذاكر، الجامعه في امكانها انها تقضي على السوق السوداء، كاين امكانيات. دير واحد البطاقه ديال المشجعين في راس العام او في اول السنه الماليه غادي يشريو ديك البطاقه وعندها واحد الرقم تسلسلي بها كيشري البيي، وفي الباب ديال سميتو غادي ديك البطاقه بحال كتعبأها، ديك البطاقه غادي تمشي دوز بها الملعب، ديك البطاقه بها كتشري، كيعرفوا شكون دخل شكون ما دخلش كاع سميتو. اما الحال علي اللي رحنا فيه شنو وقع؟ هو انه لي بيي ديال الوداد بسرعه البرق تسالاو، بسرعه البرق دخلوا الناس اللي العام كامل هما كيتبعوا الوداد وتابعين الوداد في المغرب كامل وفي العالم كامل، دخلوا باش يشريو البيي ما لقاوش. طح. شكون شراه؟ اللصوص والسماسره هما اللي شراو البيي. واش غتقولوا لي هادو اللي شراو لي بيي من داخل الجامعه؟ نقول لكم ممكن، لان راه شفنا شنو وقع في قطر. ممكن دابا انا ما بقيتش كنثق في ديك الجامعه، منزوعه منها الثقه. فممكن يكونوا هادو اللي شراو لي بيي من الجامعه من الداخل هما اللي داروا شي طريقه وشراو لي بيي كامل وعطاوهم للناس يمشيو يبيعوهم عاود، لان راه وقعات في قطر وما وقع والو، وكنا حذرنا منها سابقا وقلنا بانه اذا خليتوا ديك اللصوص وديك السماسره راه غتوقع في الموندياليتو. ها هي دابا كنعيشوها، الناس كيتبعوا العام كامل الوداد وما لقاوش البيي. ولكن انا نعطيكم اللاصق، كاين جروب في الفيسبوك، وانا بالامس واحد السيد حضرت له اشترى 4 لي بيي ب 1700 درهم، بي كيدير ب 70 درهم، يعني المجموع ديال 4 لي بيي 280 درهم، شراهم ب 1700 درهم. وفي ديك الجروب كاين واحد قال لهم عندي انا بيي ديال الفينال كنبيعو ب 10000 درهم، كاين اللي كيبيع البيي ب 5000، كاين اللي كيبيع ب 2000، كاين اللي كيبيع ب 1000، كاين اللي كيبيع ب 150، كل واحد شحال كيطلب في الثمن. من 70 درهم طالع دابا، اما ملي غيقرب للمقابله راه غيشح، راه غيبقى يدير 3000 درهم. وفين هو بينو دابا البيي شراه السيد البارح وقال لي تخيل 280 درهم خداتها الفيفا اللي منظمه هذا الهيلمان كامل. جا واحد او وحده ما كيسوا ولا بصله وما داروا ولا مجهود، عطيته 1700 درهم، يعني رابح معاي 1420 درهم، رابح معاه 1420 درهم ولا دار حتى شي حاجه. الفيفا اللي منظم هذا الشيء كله واخده معاه 280 درهم. فالسيستم اللي ماشيه به الجامعه
فالصو. وغيستمر هذا السوق السوداء وهي بمباركه هذا الاستمرار، لانها ما دايرش شي مجهود. راه حتى لو الفضيحه اللي وقعت في قطر وتفضحنا امام العالم وما دارتش فيها مجهود، غدير لك المجهود هنايا؟ خليك تموت. تبع انت هذه الفرقه ولا ما تبعهاش، ولا شريه ب 2000 درهم ما مسوقاش، ما باغيش تحارب هذا السوق السوداء. ما يمكنش واحد السيد كيتبع الفرق العام كامل وتجي انت في التالي تحرموا انه يتفرج، ما عندوش امكانيه باش يشريها ب 1000 درهم، تحرموا انه ما يتفرجش. ما يمكنش. خليكم حتى موضوع اخر.